مشاهدينا رجعنا لكم من إحدى قرى طول كرم ومعنا سؤال جديد، وسؤالنا بيقول ماذا يدعى بيت النمل؟ خلينا نشوف إجابات أهل طول كرم. علاء الشوبكي. علاء الشوبكي. إخوة أهلا وسهلا فيكم، كيف رمضان معكم؟ أيوة منيح الحمد لله ماشي. الحمد لله تمام. كيف أجواء رمضان طول كرم عندكم؟ هيها منيح أجواء رمضانية كل يعني. احكي لي كيف أجواء رمضانية، شو بتعملوا؟ يعني شو المحل وين بده يكون الشيء بعد الفطور شو بتسووا؟ الفطور يعني الا بخلاش نطلع هون سهرات بتعرفي كالمعتاد. يعني في أجواء مميزة لرمضان عندكم؟ اكيد بخلاش الامر الاجواء المميزه اكيد. أنا بدي أسألكم سؤال، إذا عرفتوه بتربحوا $50 مقدمة من شركة جوال، جاهزين؟ اوكي تفضل. بيت النمل إيش اسمه؟ بيت النمل. في جواب هون؟ جواب فيش لا. ما عندك فكرة؟ فيش فكرة. تحب تعطي محاولة؟ فيش خيارات؟ لا ما في خيار. الجحر يمكن للفار ولا جحر؟ لا مش جحر. في جواب هون؟ فيش جواب لا. شكرا لمشاركتكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تعرف عليكي؟ عذبة حسن. اهلا وسهلا فيكي. سميح الحج يحيى من الطيبة. اهلا وسهلا فيكم. وشو كيف اجواء طول كرم لقيتوها؟ حلوة. جميلة اجواء طول كرم؟ بلا. مميزة طيب؟ مميزة جدا. شو فيها مميز؟ فيها أشياء كثيرة. السوق، الناس ملان بالسوق بشيء حلو. وكيف رمضان معك؟ الحمد لله منيح. شو عاملة على الفطور اليوم؟ بعرفش لسه ما حضرتش. لسه ما حضرتي. امبارح شو طبختي طيب؟ امبارح صينية بطاطا مع دجاج. زاكية كانت؟ كيف؟ زاكية كانت صينية البطاطا؟ صينية البطاطا 100%. بدي أسألكم سؤال، إذا عرفتوه بتربحوا $50 مقدمة من شركة جوال، جاهزين؟ السؤال بيقول إيش اسم بيت النمل؟ بيت النمل. جحر. جحر للأسف إجابتك خاطئة، هون في إجابة؟ بيت النمل. بيت النمل. دقيقة دقيقة دقيقة. خذ وقتك عم. بيت النمل. مارق عليك بيت النمل. مارك علي دقيقة بس. يلا فك. اللهم صل على سيدنا محمد. زراعيين حين مثل ما بيقولوها بدناش هذا دقيقة. بيت النمل. بيت النمل. اللهم صل على سيدنا محمد. شو انت قلتي؟ لا. على جحر جوابها خاطئ، انت في عندك اجابة؟ دقيقة. شو بيقولوا له؟ الجواب بتاع الذاكرة. ما عندك اجابة، خانتك الذاكرة اليوم. كانت الذاكرة. شكرا لمشاركتك، كل عام وانت بخير. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. مشاهدينا بنكمل معكم ومعنا مشترك جديد، كل عام وانت بخير. وانت بخير. تعرف عليك. محمود هزازي من قرية فرعون طول كرم. اهلا وسهلا فيك. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. كيف رمضان بفرعون؟ الحمد لله. شو بتسووا بالفطور وبعده؟ بعد الفطور زي كل انسان يعني صلاة التراويح بفطر بصلي التراويح. في إلى رمضان أجواء مميزة عندكم بفرعون؟ لا ما فيش زيها زي الأيام العادية؟ بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال، جاهز؟ السؤال بيقول إيش اسم بيت النمل؟ بيت النمل ما بعرف. ما عندك أي فكرة؟ لا. طب بتحب تحاول؟ لا شو بدي احاول، ما هي معروف بيت النمل. معروف. طب إيش هو؟ بعرف. ما عندك أي فكرة؟ لا. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. كل عام وانت بخير. انت بخير. تعرف عليكي؟ من دار بخاطر. اهلا وسهلا فيكي. من وين؟ من فرعون. ايش ناوية تعملي اليوم على الفطور؟ والله طبخة بسيطة بامية يعني. زاكية البامية. صحتين. الله فيك. بدي اسألك سؤال، إذا عرفتيه بتربحي $50 مقدمة من شركة جوال، جاهزة؟ ان شاء الله. ايش اسم بيت النمل؟ سؤال بسيط. ايش رح اعرفه؟ صعب. صعب؟ لا سهل.
مش عارفة. انت وين ساكنة؟ أنا بتدخلي هاي جوا. لا، ايش اسمها هاي المنطقة؟ فرعون. هي ايش؟ فرعون ايش؟ مدينة فرعون؟ لا والله قرية. قرية. انت ساكنة بقرية، والنمل وين ساكن؟ إلهن بيوت خاصة شو اسمها؟ زيك هي. مش عارفة أتذكر أميز مزبوط. مش عارفة تميزي. هلا انت ساكنة بقرية والنملة كمان وين ساكنة؟ قرية. يعني ايش اسم بيت النمل؟ قرية يعني. متأكدة من إجابتك؟ أكيد؟ إذا مشاهدينا الإجابة صحيحة، قرية هي بيت النمل. تربحي $50. تفضلي. مقدمة من شركة جوال. شو بتقولي لشركة جوال؟ كل سنة وانتم سالمين وإن شاء الله عزيز موفقين. شكرا لك، كل عام وانت بخير. انتم بخير. أهلا. مشاهدينا رجعنا لكم من إحدى قرى مدينة طول كرم، ومعنا سؤال جديد، وسؤالنا بيقول: ما هي غزالة الضحى؟ هذا البرنامج برعاية شركة جوال. كل عام وانت بخير. تمام. أعرف عليكي. اعتدال مصلح من اعتدال مصلح. أهلا وسهلا. بتجوز بفرعون. أهلا وسهلا فيك. كيف رمضان معك؟ الحمد لله منيح. ماشي حالك؟ ماشي الحمد ايش لله. طبخة على الفطور اليوم؟ اليوم شوربة مع رز وبقدونس. صحتين. الله يعافيك. صح. طيب أنا بدي أسألك سؤال، إذا عرفتيه بتربحي $50 مقدمة من شركة جوال. جاهزة؟ تفضلي. غزالة الضحى إيش هي؟ غسالة الضحى رمضان. لا مش رمضان، عندك إجابة تانية. غزالة الضحى. غزالة الضحى. حاولي، أعطي محاولة. الغزالة. للأسف إجابتك خاطئة. شكرا لك. مش كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. نتعرف عليك. محمد عبد الله عدوان. أهلا وسهلا فيك. بتشتغل ولا بتدرس؟ والله بدرس. وين بتدرس؟ جامعة فلسطين تقنية خضوري. إيش بتدرس؟ هندسة ميكاترونكس. كيف دراسة؟ الحمد لله. شاطر؟ الحمد لله. الحمد لله. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ ماشي. غزالة الضحى إيش هي؟ غزالة الضحى لا ما بعرفها. أعطي محاولة. غزالة الضحى ما بعرفهاش، ما عنديش فكرة. ما عندك أي فكرة؟ لا مش. كل عام وأنت بخير. خير. الله وسهلا. نتعرف عليك. حسام سليم. أهلا وسهلا فيك. شو بتشتغل؟ والله عامل. عامل وين؟ في ضفة هون. أنا بشتغل في البلد. الشغل معك؟ الحمد لله منيح. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. طبعا رمضان صايم. الحمد لله. الحمد لله. كيف أجواء رمضان عندكم؟ والله زي ما أنت شايف يعني زي كل سنة يعني. شوب أكيد شوب. طب أنا بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ إن شاء الله. غزالة الضحى ما هي؟ غزالة الضحى. الضحى هي له غزالة. أمي قالت لي إياها، بتوقع إنها الشمس. متأكد؟ متأكد. مين اللي قال لك إياها؟ أمي. نوجه لها تحية. لازم الهدية تكون إلها. إن شاء الله ولا يهمك. إذا مشاهدينا الإجابة صحيحة، الشمس هي غزالة الضحى. بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. شو بتقول شركة جوال؟ شكرا لهم وإن شاء الله لمزيد. شكرا لك. كل عام وأنت بخير. خير علينا لما يرحم علينا. مشاهدينا بنتابع معكم من عنبتة بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول: ما هي الشجرة التي تنبت في قعر جهنم؟ خلينا نشوف إجابات. كل عام وأنت بخير. بخير والصحة والسلامة يا أختي. نتعرف عليك. محمد كباج عنبتة. أهلا وسهلا فيك. كيف أجواء عنبتة برمضان؟ طبعا أجواء الحمد لله يعني طيبة، وأجواء إيجابية يعني مش زي رمضان اللي مرق، أحسن بالعكس. كيف أحسن؟ احكي لي. للأفضل الاستقرار الموجود، الاستقرار الأمني، وهي بس المعاشات نغصت على الناس شوية، بس بفضل همة أبو مازن إن شاء الله الحمد لله كل شيء رجع تمام إن شاء الله. طيب وكيف أجواءكم بعد الفطور؟ شو بتعملوا؟ أجواءنا زي عادة الناس يعني، بنصلي المغرب وبننزل على التراويح، بعدها بتصير الزيارات العائلية والسهرات والأراجيل وهالشغلات. طيب أنا بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. بس رياضة يكون. لا مش رياضة، بس مش صعب. طيب تفضلي. السؤال بيقول: شجرة تنبت في قعر جهنم، فما هي؟ مرق عليك؟ شجرة العرق،
العركوب ركز شوي. ماسة اسألي لي أبوي شجرة تنبت في قاع جهنم، خلينا نعرفها، أنا سامع فيها يعني مرة في القرآن. أعطيتني شوي أحرف صح، ركز شوي. بالضبط أنا يعني ارجع عيد لي شو جوابك كان؟ شجرة العركوب أو العركود. لا عاد أنتم مساعدتكم هسه. القو صح. طب هاي الحج أسأله. وين الحج؟ خلينا نجرب مع الحج. يابا حملونا عليه. عمو كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. العرقد اهلا، كل عام وانتم بخير. لا مش العرقد، انت كنت اقرب. بالضبط يا اختي، يعني هاي الامكانيه. قل لي جوابك. العركود او العركوب. للاسف اجابتك خاطئه. شكرا لمشاركتكم. كل عام وانتم بخير. بخير الصحه والسلام. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. كل عام وانت بخير حجة. خير، اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. على جنبك؟ نعم تريحي. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ الحمد لله، نعم الحمد لله. ماشي حالك؟ الحمد لله. من وين انت حجة؟ انا من عنبته. اهلا وسهلا فيكي. فيك اكثر. ماشي حاله رمضان قلتي لي؟ مليح الحمد لله. نعم الحمد. بدي اسالك سؤال، اذا عرفتيه بتربحي $50 مقدمت لك اياها شركة جوال. ان شاء الله. جاهزة؟ ان شاء الله. شو هي الشجرة اللي بتنبت بجهنم؟ الزقوم. متأكدة من جوابك؟ سريعة هيك معلومتك. متأكدة منها؟ مشاهدينا، الزقوم هي الشجرة التي تنبت في جهنم. جواب صحيح، تربحي $50. تفضلي، مقدمة من شركة جوال. شو بتقولي لشركة جوال اللي ربحوك $50؟ يلا ريتهم سالمين. شكرا. شكرا لك. كل عام وانت بخير، يستر عليك. مشاهدينا، بنكمل معكم من عنبتة بسؤال جديد. سؤالنا بيقول: ما هو لون الفيروز؟ خلينا نشوف إجابات أهل عنبتة. كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. نتعرف عليك. اهلا، مصطفى بركات. من وين؟ من عنبتة. وكيف أجواء عنبتة برمضان؟ والله الحمد لله كويسة، إنما الحالة الاقتصادية سيئة شوية. كل محل الحالة الاقتصادية سيئة. يعني كل مكان. الظلم في الرعية عدل بالسوية. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ الله. لون الفيروز إيش هو؟ أولا أنا الفيروز أنا ما بعرفه. ما عندك غير السؤال. أصفر. للأسف إجابتك خاطئة. في إجابة هون. كل عام وانتم بخير. نتعرف عليك. باسل يعقوب. أهلا وسهلا فيك باسل. بتدرس ولا بتشتغل؟ لا بدرس. وين؟ القدس المفتوحة. شو بتدرس؟ تسويق. شاطر؟ يعني الحمد لله. الحمد لله. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ تفضلي. سؤالنا بيقول: لون الفيروز إيش؟ ما بعرف. أصفر. للأسف إجابتك خاطئة. تعرف عليك؟ حسن. أهلا وسهلا فيك حسن. إيش جاوبتني؟ أزرق. أزرق. متأكد من إجابتك؟ 100%؟ 100%. إذا مشاهدينا، لون الفيروز هو اللون الأزرق. إجابة صحيحة، بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. شو بتقول لشركة جوال؟ كل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير. شكرا لك.